عارف اكتر حاجة بتوجع ايه؟ اللي بيوجع بجد هي جملة يا ريتني كنت عرفت بدري. في حاجات بسيطة لو كنت فهمتها بدري كنت وفرت على نفسك سنين كتيرة من التعب ومن اللف والدوران في دايرة مفرغة. أول حاجة لازم تبص عليها هي ساعتك. الوقت مش فلوس، الوقت حياتك اللي بتضيعها في مشاكل صغيرة أو أنت بتقارن نفسك بالناس. دي بتضيع منك فرص نجاح. والنجاح مش بس شطارة، النجاح ده استثمار لوقتك وطاقتك. تاني حاجة خليك واعي للناس اللي حواليك. في ناس وجودهم في حياتك سحب طاقة، بيسحبوك لتحت من غير ما تحس. لو خليت نفسك مع ناس سلبيين مستحيل هتوصل لنتيجة إيجابية. نظف دايرتك هتفتح لك باب لحياتك أفضل. تالت حاجة ودي معظمنا بتعلمها متأخر، صحتك مش رفاهية، ده رأس مالك الحقيقي. جسمك وعقلك هما المكنة اللي مشغلين حياتك. لو حافظت عليهم بدري هتوفر لك سنين من التعب والمشاكل الصحية. آخر حاجة ما تبقاش زي اللي بيجري في أي حريقة وخلاص. في فرق بين المهم والمستعجل. مش كل حاجة محتاجة اهتمامك دلوقتي. اتعلم تقول لأ للحاجات الصغيرة وتعرف تقول أيوة للأحلام الكبيرة. السنين اللي فاتت مش هترجع، لكن السنين الجاية لسه في إيدك. ابدأ تفهم الحاجات دي النهاردة ووفر على نفسك سنين ضايعة. وقول لي إيه أكتر حاجة فرقت معاك لما عرفتها؟